تحدث كيليان مبابي بعد هزيمة ريال مدريد أمام بنفيكا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا، في تصريحات اتسمت بالصراحة والهدوء رغم صعوبة النتيجة. فماذا قال مبابي؟ أولاً، مبابي قال: ارتكبنا أخطاء، هذا صحيح، وفي دوري أبطال أوروبا أي خطأ يمكن أن يكلفك الكثير، ونحن لم نكن مثاليين في بعض اللحظات من المباراة. ثانياً، مبابي قال: علينا أن نكون واقعيين، لم نلعب بالمستوى الذي نريده طوال اللقاء، وهناك تفاصيل صغيرة يجب أن نعمل على تصحيحها سريعاً. ثالثاً، مبابي قال: الهدف الرابع لا يعني شيئاً بالنسبة لي، هو مجرد إحراج بسيط في النتيجة، لكنه لا يعكس حقيقة الفريق ولا يؤثر على ترتيبنا. رابعاً، مبابي قال: الأهم هو التعلم مما حدث وعدم تكرار نفس الأخطاء في المباريات القادمة، لأن هذا المستوى لا يسمح بالأخطاء المتكررة. وفي النهاية، مبابي قال: ريال مدريد يعرف كيف يرد بعد الهزائم، وسنظهر شخصية الفريق في المرحلة المقبلة، لأن الطريق لا يزال طويلاً.